علي صوتك بس شوية. اقول لك ما تعرف ليش؟ اتفضل. مشان نتمتع يعني بس. يلا كده. الله المستعان، ربنا يهديك. لا بجد يا اخوانا، احنا عايزين نتكلم بجد، الله يهديهم ويصلح لهم حالهم. لماذا أرسل الله الأنبياء؟ أرسل الله عز وجل الأنبياء ليحافظوا على القرآن ويحافظوا على سنة النبي صلى الله يحافظ ولينشر سنته النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كل ده كلامك صحيح. طيب، نطبق كلامك على المهدي، كيف حافظ لنا الدين الآن؟ كثير منيح، جيد جدا. شيخي انت ابن افغاني. يا ما أنا أمي مش بتتمتع عشان أبقى أفغاني أنا، وأنت نسيت أنا إن الباكستانيين 30,000 باكستاني، ومنهم من يقول 50,000 باكستاني دخلوا العراق وما رجعوش إلى الآن. كلمة شروقي شو معناتها؟ 7-6 7-0 ها؟ 7-0. اقسم بالله يا شيخ بأم معي تمثال للإمام علي والشيعة يسجدون له. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبتم وطاب ممشاكم وتبأتم الجنة منزلا. حي الله مشاهدينا الكرام. النهاردة بإذن الله تعالى، بعد أن عجز الشيعة على العنوان السابق ألا وهو هل لا تقام الحجة إلا بإمام أو بمعصوم كما رووا في كتبهم، فسبحان الله سؤال أفضل الأسبوع ولم يجب عليه أحد إجابة كافية وافية شافية، والكل هرب من هذا السؤال. فقلنا نغير السؤال بسؤال أسهل منه، ألا وهو لماذا أرسل الله عز وجل الأئمة عند الشيعة؟ لماذا الله عز وجل أرسل الأئمة عند الشيعة؟ ما الهدف الذي أراده الله في إرسال الأئمة إلى العالمين؟ أظن ما فيش أسهل من كده. يعني ما في واحد يقول لي يا شيخ وليد السؤال صعب غيره أكتر من كده. إيه؟ لماذا أرسل الله عز وجل الأئمة إلى البشر؟ ما الهدف الذي أراده الله من إرسال الأئمة؟ أظن واضحة لكل عربي. فالمفروض الشيعي بكل أدب بكل احترام، ولازم يكون ما بيننا كده شعور الأدب والاحترام، فيجاوب بعلم إن شاء الله أو يسكت بحلم. فالله المستعان، ونسأل الله عز وجل الهداية للجميع. لماذا أرسل الله عز وجل الأئمة للبشر؟ ما الهدف من إرسال الأئمة؟ والله يا أخي الواحد لما بيلعب ماتش ولا بيلعب أي حاجة بيبقى ليه هدف، لما بيطلع على التيك توك بيبقى ليه هدف. فما هو الهدف من إرسال الأئمة؟ بس وبرضه مش هنلاقي إجابة؟ لا لا لا، ده أنتوا يعني متشائمين جدا. لا 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 لا. بفتح يا اخوانا موجود على تيك توك، موجود على التيك توك، هتلاقوا صفحة وليد اسماعيل مكتوب عليها رقم 2، هتلاقينا ان شاء الله موجود عليها دلوقتي. ما الهدف من ارسال الائمة؟ اظن سؤال بسيط وسهل وميسور وعلى قد الجميع، يعني على قد ايدينا، ما جبنا سؤال مفخخ ولا صعب ولا فيه اي مشكلة. فالله المستعان، يعني يجيب عليه الصغير قبل الكبير. لماذا أرسل الله عز وجل الأئمة؟ بس لحفظ الدين، لحفظ النفس، لحفظ الأرض، لحفظ أي حاجة. بس قول لي، بس يعني قول لي بس الإجابة وسيب الباقي علينا إن شاء الله. الله المستعان. حيا الله الإخوة على الفيسبوك والإخوة على اليوتيوب والإخوة على التيك توك، حياكم الله. أظن ما في أسهل من كده. الصوت واضح إن شاء الله على التيك توك. ما في أسهل من كده إن شاء الله. يعني قلت نسهل السؤال شوية، سهلنا السؤال شوية. هنعمل إيه أكتر من كده؟ لماذا أرسل الله عز وجل الأئمة إلى البشر؟ هل لحفظ الدين، لحفظ النفس، لحفظ المال، لنشر التوحيد، لنشر القرآن الكريم إلى آخره؟ بس مش عايزين أكتر من كده. اتفضل يا أستاذ حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ما هي البدعة أستاذ وليد؟ البدعة إن أنت موجود معانا. دي بدعة يعني؟
كده على طول. طبعا على العرض كمان. يعني انا طرح سؤال وصوتي تعبني وقلبي تعبني عليه، جاي تداخل انت طيب تقول لي إيش تسالني ما هي عيد البدعه؟ السؤال ثاني. الان السؤال السؤال لماذا ارسل الله عز وجل الرسل الى البشر، ارسل الائمه الى البشر؟ طيب أرسل وقفت في زوره. فين يا محمد؟ بلعت ولا ايه؟ هو اللي قفل. ما انا عارف، ما هو طالما تهته كده يبقى هيقفل. الله المستعان. اتفضل يا استاذ حيدر. السلام عليكم. وعليك السلام. كيفك شيخ؟ والله بخير حال الحمد لله. لا ولا وحده. شنو موضوع الحلقة اليوم؟ من غير شتيمه بس. صلى على محمد، عسى بعدنا ما متكلم وياك بغير شتيمة. طيب ان شاء الله. اتفضل. سؤالي هو لماذا ارسل الله عز وجل الائمه للبشر؟ عن هدايتهم، من أجل الهداية. عادي، الناس ممكن كل الانسان يهدي الى ما يريد. ايه تاني؟ غيرك وسبب رب العالمين يدزك واحد هداية، يدزك شخص صالح يهديك على عمل صالح. طيب يعني الهدايه وحفظ الدين وكده، صح؟ نعم. طيب حط لنا الصفات دي في المهد المنتظر الان. انتم يعني لازم تذبح على اهل البيت، لازم يعني ما بيها، لو على الامام علي لو المهدي المنتظر. بالسلام يا ريس، بالسلام. واحد صفر. انا مالي انا؟ هو دينكم اللي خربان. طب انا اعمل ايه انا؟ دينك اللي بتحاولوا ترقعوه مش عارفين. طب نعمل ايه احنا؟ اتفضل يا علي. السلام عليكم، شلونك شيخ؟ وعليك السلام. اتفضل. لا علي، قول لمحمد يسامحني، تاج راسي والله. طبيت اسلم عليك وروحاني سني اقسم بالله. الله يسلمك، بس ما تعملها تاني يا غالي. ربنا يبارك فيك. حياك الله. الله يطول بعمرك يا شيخ. الله يعزك يا. يا جماعة الخير، يا بشر، لماذا أرسل الله عز وجل الأئمة إلى البشر؟ قل لي لحفظ الدين ماشي، لحفظ النفس ماشي، لنشر التوحيد ماشي، لحفظ القرآن الكريم ماشي، لهداية الناس ماشي. شوف أنا بغششك أهو. أكتر من كده إيه؟ يعني سألت السؤال وبغششك الإجابة. أكتر من كده إيه؟ سبحانك يا ربي. أعمل إيه معاهم طيب أكتر من كده يا إخوانا؟ يعني أعطيتهم السؤال وأعطيتهم كمان الإجابة. اتفضل يا أستاذ أمير. الو السلام عليكم. وعليك السلام. اتفضل. شنو السؤال؟ سؤالي لماذا أرسل الله عز وجل الرسل الأئمة إلى البشر؟ لماذا أرسلهم إلى البشر؟ لماذا أرسلهم إلى الأمة؟ أكيد لحفظ الدين. طيب نطبق كلامك على المهدي الآن. كيف حفظ لنا الدين؟ السعوف المهدي جاي نمشي احنا. شكرا جاي لك. سؤالك عليه. أدينا عفناك. 2-0 كده يا إخوانا. اتفضل يا محمد. مرحبا شيخ وليد. حياك الله. اتفضل حبيبي، شو سؤال الحلقة؟ سؤال الحلقة: لماذا أرسل الله عز وجل الأئمة للبشر؟ يعني ما تعرف ليش؟ طيب علي صوتك بس شوية. أقول لك ما تعرف ليش؟ اتفضل. مشان نتمتع يعني بس. يلا كده. الله المستعان. ربنا يهديك. لا بجد يا اخوانا، احنا عايزين نتكلم بجد. الله يهديهم ويصلح لهم حالهم. اتفضل يا استاذ حسين. السلام عليكم شيخ وليد. وعليك السلام. اتفضل. شيخ وليد، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد لماذا أرسل الله عز وجل الأئمة للبشر؟ سؤالي.
نعم سأجيبك على هذا السؤال. لا وهو اتفضل في جاوب على قوله السؤال، تعالى- يعني انت هتجاوب عليه بالآية؟ نعم اتفضل. نعم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الحمد لله فالغاية رب من- العالمين. طب طبق لنا الآية بقى على المهدي. الغاية هي ليقوم الناس بالقسط. حلو، طبق لنا الآية فإذا على المهدي لم الآن. يقم. طبق لنا الآية على المهدي الآن. نعم، المهدي في زمن ظهوره يا أستاذ هو سيقيم ظاهر بقاله الحجة بشكل كامل 1300 على سنة الناس. ويرانا من حيث لا نراه كما أنتم تقولون. اتفضل طبق اللي حضرتك لا. أنت قلته، الإجابة اللي قلتها والآية اللي أنت قلتها على المهدي. هو غائب. 3-0. شكرا ليك. اتفضل يا أستاذ عباس. اتفضل يا أستاذ عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. السؤال: لماذا أرسل الله الأئمة؟ لماذا أرسل الله عز وجل الأئمة؟ لماذا أرسل الله الأنبياء؟ أرسل الله عز وجل الأنبياء ليحافظوا على القرآن ويحافظوا على سنة النبي صلى الله ولينشر سنته النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من بعده نحافظ على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم العباد ويحفظ لنا الدين أنا ما والدنيا. سألت. سب 4-0. اتفضل يا أبو حسين. الو. اتفضل يا أبو حسين. الأئمة عليهم السلام من آل الرسول صلى الله عليه وآله ومن آل إبراهيم، يعني ليس أمر مستهجن أن يكونوا معصومين. أنا ما سألتك عن العصمة، أنا سؤالي لماذا أرسل الله عز وجل لنا الأئمة؟ لماذا أرسلهم؟ ما الحكمة من إرسالهم؟ لأنهم من آل إبراهيم ومن آل الرسول. يعني هم بس عشان هم من آل إبراهيم؟ طب ما أبناء الحسن من آل إبراهيم لماذا لم يعني يرسلهم؟ دي شغلتهم. يا أنا ما سألتك، أنا بسألك لماذا أرسلهم؟ عشان يحافظوا لنا على الدين، يحافظوا لنا على الدنيا، يحافظوا لنا على المساجد، يحافظوا لنا على الأرواح، يحافظوا لنا على الممتلكات، يحافظون أي إجابة أنت هتقولها. اتفضل. تابعين لرسالة الرسول صلى الله عليه وآله، يعني هم تابعين للنبي محمد. ما هم يا أستاذ هم تابعين. قول مثلا ليحافظوا على الشريعة الإسلامية، ليحافظوا على القرآن الكريم. نعم. لحفظ النفس، بالضبط. لحفظ المال، لحفظ العقل، لحفظ الولد، لحفظ الأم، لحفظ الأب، الحفظ. قول لي أي صحيح. كلام. صحيح. كل كلامك صحيح. طيب نطبق كلامك على المهدي. كيف حافظ لنا الدين الآن؟ كثير منيح، جيد جدا. الإمام المهدي عجل الله ظهوره يعني ليس لم يبدأ زمانه بعد. كل إنسان، يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام شكرا أبو حسين. قبل أن يبعث. شكرا أبو حسين. يا شيعة، لماذا الله عز وجل أرسل لنا الأئمة؟ لماذا أرسل لنا الأئمة؟ ما الحكمة من إرسال الأئمة؟ ما الهدف الذي أراده الله من إرسال الأئمة؟ الله المستعان. إن شاء الله خير. ده على مين؟ جزر القمر يا إخوان، جزر القمر. اتفضل يا مصطفى. شيخي انت ابن افغاني. يا ما انا امي مش بتتمتع عشان ابقى افغاني يالا، وانت نسيت انا ان الباكستانيين 30,000 باكستاني، ومنهم من يقول 50,000 باكستاني دخلوا العراق وما رجعوش الى الان. ولا فكرك بالايرانيين اللي هم بيدخلوا المطارات بالحاجات اللي انت بيفتحوها في الشنط يلاقوها. يالا ما تتكلم علينا كده يالا. وبعدين ده انت لو دورت في مصر كلها ممكن ما تلاقيش افغاني واحد، لكن لو رحت العراق المحتل لا، ممكن تلاقي حوالي 1,000,000 افغاني، وبالذات في الجنوب يا شروكي.
6-0 يا اخوان. الله المستعان. لا حول ولا قوة الا بالله. اتفضل يا سيادة المعمم. شيخ وليد اتفضل. اقول لك شيخ وليد، بس سؤال بس كمعلومه يعني الك، كلمه الشروقي شنو معناتها؟ 7-0. ها 7-0. شنو 7-0؟ كلمه الشروقي احنا شنو عندنا معناتها؟ ما بجاوب انا ما بجاوب. اتفضل يوم لا الخميس يبقى اسالني أنت هسه الشروكي. حكيت على يبقى اسالني مكون. حضرتك يعني ايه الشروكي ان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله. يعني انت فارد طولك يا سيادة المعمم عشان تيجي تسالني من هو الشروكي؟ عادي يعني، تبع الجيب الشروكي. كده 7-0. اتفضل يا علي. الوليد. الو. اتفضل يا علي. تسمعني؟ اسمعك اتفضل. مساء الخير. مساء النور اتفضل. مش قد صارت النتيجة؟ ما سمعت. النتيجة ايش قد صارت؟ 7-0 دلوقتي. صعب اعملها تعادل او اغلبك يعني. هتبقى تعادل بيك يعني؟ اتعادل يعني اعملها تعادل 7-7 صعب يعني اعملها 7-1 على القليلة. ماشي يلا. الأئمة مذكور بالقرآن، يعني ليش الله بعث أئمة؟ الله الأئمة مذكورين. وجعلناهم أنا أئمة سألتك هل يهدون الأئمة بأمرنا. ذكروا؟ هو أنا سألت هل الأئمة ذكروا في القرآن أم لا؟ أنا أسأل وأقول لماذا أرسل الله عز وجل الأئمة للبشر؟ ليه؟ ما الحكمة؟ ما أنا أعطيتك ما الآية الهدف؟ جواب على سؤالك. وجعلناهم أئمة ليش؟ ليهدون بأمرنا. حلو، يعني الفائدة من وجود الإمام هداية الناس. أنا النقطة اللي أتفق معك أستاذ معلش وليد أنا بس إنه الآن أنت ضروري، تقول أن الهدف من وجود الأئمة هداية الناس، صح؟ لأنه الله بعثهم يعني. طيب طبعاً. جميل، الله عز وجل أرسلهم لهداية الناس. طب نطبق كلامك على المهدي الآن، كيف يهدي الناس الآن المهدي؟ المهدي صراحة هو موضوع شائك، بس راح أجاوبك. ما بين فترة الرسول صلى الله عليه وسلم وفترة المسيح يعني تقريبا 500 سنة. يا أستاذ أنا بسألك عن المهدي مش عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فترة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بسألك عن المهدي الآن. أنت قلت الآن أن الله عز وجل أرسل الأئمة ليهدوا الناس إلى الحق، تمام؟ فأنا أنت السؤال الإجابة عجبتني جدا، فقلت نطبقها على زمن المهدي الآن. كيف يهدي المهدي الآن الناس؟ الآن لا يوجد إمام، طالما لا يوجد إمام بوجوده الحقيقي فلا يوجد إمام. طيب شكرا لك. 8-0. أنت زودتها مش نقصتها، يعني ما زال الصفر موجود. الله يهديهم ويصلح لهم حالهم. والله الله لا يهديهم ويصلح لهم حالهم. قاري النتيجة يا اخوانا دلوقتي 8-0. الله المستعان، نسأل الله الإخلاص، ربنا يعزك. يا اخوانا ده الشباك اتخرمت كده. والله السؤال ما أسهل السؤال وما أصعب الإجابة. لماذا أرسل الله عز وجل الأئمة؟ ما الهدف؟ ما الحكمة من إرسال الأئمة؟ إيه الهدف؟ وإيه الحكمة من إرسال الأئمة؟ بس والله المستعان. اتفضل يا أستاذ علي. السلام عليكم. وعليك السلام. اتفضل يا علي. أتمنى شيخ وليد ما تحضرني، خلينا نتناقش. علي صوتك بس الأول. أقول لك أتمنى ما تنزلني. ما في مشكلة إن شاء الله، طالما إنسان محترم أنا ما عندي مشكلة. اتفضل. تمام. أنت سؤالك لماذا أرسل الله الأئمة؟ شنو السبب يعني؟ شنو العلة؟ أيوة، ما العلة من إرسال الأئمة؟ ليظهر دينه على الناس كلها، يعني قصدي إذن الجميع.
إذا أنت على تقول الأمم. أن الله عز وجل أرسل الأئمة ليظهروا الدين على الناس، ليعلموا الناس التوحيد، صح؟ نعم. طيب قصدك جميل على أوي. المهدي سلام الله عليه؟ أيوة تفضل. المهدي ادخره الله سبحانه وتعالى ليظهر دينه على الناس وعلى الأديان. يعني هسه وياي تفضل كمل كلامك. عندنا هسه ناس تعبد البقر، ناس تعبد الفار، ناس تعبد الشمس، ناس تعبد النار. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول ليظهر دينه. أيوة، كيف العفو بقى ولو كره المهدي، المشركون. كيف المهدي من مضمون الآية 1300 عام أظهر دينه لعباد البقر وعباد الشمس وعباد النار؟ كيف أظهره؟ شيخنا الله حافظ ليظهر الدين إلى وقت يظهر به، يعني إن شاء حتى الله لم يظهر يظهر، الدين يعني إن للناس شاء كلها. الله هو دلوقتي متوقف عن إظهار الدين لحد ما يظهر. إن شاء الله. يعني حكمة الله عز وجل متوقفة الآن إلى أن يظهر المهدي. يا شيخنا فدوى أروح لك. هسه ناس تعبد الشمس، ناس تعبد البقر، ناس أيوة ماشي دلوقتي، يعني ما هو الناس اللي بتعبد يعني الشمس النبي وبتعبد محمد. البقر بقالها 1300 سنة الآن، لم يتكلم معهم أحد، لم يظهر لهم الدين الصحيح أحد. أي صحيح، صح كده؟ صح كلامك. طيب صح. يبقى إذا لن يحاسبهم الله عز وجل. ليش ما حاسبهم؟ راح يظهر لهم إمام هيحاسبهم من ازاي؟ نسل ده حتى النبي. الشيعة ما بينشروا، حتى الشيعة ما بينشروا الدين في بلاد الكفر، ما بينشروا الدين. الشيعة لا ينشرون دينهم إلا في البلاد السنية فقط وفي البلاد الإسلامية. ليش عندنا ناس من المسيح تشيعات، عندك ناس منين يا حبيبي؟ الملحدين تشيعات، ناس منين؟ ناس من المسيح من المسيح. واحد ولا يقولون اتنين الله حضرتك؟ ثالث ثلاثة. هات لي أي قناة دلوقتي متخصصة في مناقشة النصارى أو اليهود أو البوذ أو السيخ أو أيا كان، اذكر لي اسم قناة متخصصة، وأنا في المقابل أذكر لك أمام كل قناة 10 قنوات 10 قنوات سنية متخصصة، في يا الإلحاد حبيبي متخصصة، الشيعة وفي النصارى متخصصة، حبيبي. وفي كل حاجة متخصصة. حبيبي اديني دعوتكم الشيعة مو لأي، دورهم اديني جاي دعوة يظهرون الدين. متكاملة كده زي اللي بتحصل في بالي أو بتحصل في نيجيريا أو بتحصل في مصر أو المغرب أو أي دولة عربية. اديني دعوة كاملة كده لبلد غربية. زين اعطيني تفسير الآية وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نصر شو الله وقت والفتح تتم تتكلم يعني؟ عن مكة، الناس دخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. ده حتى كمان في يعني التفاسير عندكم أن عندما سمع هذه الآية العباس علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتوفاه الله. يعني نشر الدين النبي بكل النبي الأرض، صلى الله عليه وسلم الكرة نشر الأرضية؟ الدين، نعم. والناس دخلت أعطيني على عهد دليل النبي إنه صلى الله عليه نشر وسلم بالكرة عند الأرضية فتح كلها. مكة أفواجا. ارجع أنت الناس لتفاسيرك، تكذب، تحب أفتح لك ناس تفاسيرك تكذب. وأثبت لك من خلال شيخنا الغالي. تفاسيرك. اسمع أنت بس، تحب أثبت لك من خلال تفاسيرك أن هذه الآية نزلت في مكة، في فتح مكة؟ عوف الآية. عوف هسه الآية. الناس أنت اللي جايبها مرتدين لي بعد النبي. 9-0 يا محمد. في الآخر هو اللي جاب الآية ويقول لك عوف الآية. طب أعمل معاهم يا إخوانا والله العظيم، والله أنا بحتار. هو اللي جاب الآية وقال لي هات تفسيرها، وبعد كده يا وليد يا إسماعيل عوف الآية. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو اللي جايب الآية ويقول لك عوفها. اتفضل يا أستاذ جعفر. الو السلام عليكم شيخنا. علي صوتك يا جعفر. الو السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. شيخ انا اسمي جعفر. اتفضل يا جعفر. انا جعفر سلالتي بترجع لجعفر الصادق رضي الله عنه. سنة، شوف سنة، ولكن عنا تاريخ يرجعنا لأبانا جعفر. أول شيء. ثاني شيء الشيعي هذا اللي يناقشه، أقسم بالله يا شيخ بأمه معي تمثال للإمام علي والشيعة يسجدون له. الله المستعان. انت سني، ربنا يهديكم، ربنا يهديهم ويصلح لهم حالهم. شكرا ليك يا اخي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل يأتي بالآية ثم يقول عوف الآية، يأتي بالآية ويقول لك فسر لي الآية، وعندما تفسرها بكلام معصومي كمان يقول لك عوف الآية. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد بيقول بتجيب البدل منين يا شيخ وليد؟ من محل البدل، سهلة. الله المستعان. تفضل يا زيد. وعليكم. تفضل يا زيد. يا شيخ، بس عادي أخرج عن الموضوع يعني سؤالك بس لا دقائق. مش عادي. يا الله بحبك في الله يا يوسف. نحن في العراق نحبك في الله، أحبكم الله يا أهل العراق. هل أئمة الشيعة معصومين؟ ولا شمنا حتى ريحة العصمة. حتى الكتب بتاعتهم تقول أنهم غير معصومين. وحتى لو افترضنا أن الأئمة معصوم، ماذا استفادت الأمة من عصمة الأئمة؟ لما قرآن محرف ومهدي غائب وكتب أساسا كلها محتاجة مراجعة، إذا ما الفائدة من العصمة؟ يا شيخ أنا الآن أبكي على فقدان الكلية التي كنت أريدها. يا أخي الله يبارك في عمرك، ما تبكي، الله المستعان. لو في لك فيها خير كان الله عز وجل وفقك فيها، في الخير فيما وفقك الله عز وجل إليه. اتفضل. اتفضل يا عباس. شنو السؤال؟ سؤال: ما الهدف من إرسال الأئمة؟ لماذا الله عز وجل أرسل لنا أئمة؟ ليه؟ إيه الهدف؟ ما الحكمة؟ الأئمة بصورة عامة لحفظ الإسلام وحفظ القرآن الكريم. حلو. هذا صحيح؟ حلو، ما في مشكلة. طيب طبق كلامك بقى على المهدي الآن. المهدي نستفاد من خلال السفراء الأربعة أو السفراء السفراء ماتوا، اللي نجد فيهم العالمية. السفراء ماتوا. السفراء ماتوا. يجي بعدهم اكو حديث أو رواية يقول بها شلون والله شلون؟ من تجد فيه العالمية. ايوه دلوقتي انا بتكلم عن الائمه، مش بتكلم عن السفراء ولا بتكلم عن الرواه، انا بتكلم عن الائمه. اي الامام المهدي عجل الله فرجه يعني في الاخر خلاص الله عز وجل ارسل الامام عشان يختفي، وبعدين ساب لنا شويه رجاله ارجل من الامام اللي هم السفراء. يعني هم استطاعوا نشر الدين الذي لم يستطع نشره الامام عندك، صح؟ شكرا لك يا حبيبي. 10-0. تقول له الأئمة يقول لك السفراء، تقول له الأئمة يقول لك الرواة. يا عم أنا بتكلم عن الأئمة. لماذا أرسل الله عز وجل لنا الأئمة؟ ما الهدف؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ وصلنا 10. ده احنا كده لنهاية البرنامج، ده احنا لسه نص ساعة، ده احنا لنهاية البرنامج ممكن نعمل 30-40. اتفضل يا عباس. السلام عليكم شيخ. ليش وعليك السلام. تفضل. مساعدة سديت الخط، ما سديت. ما فهمت ولا كلمة من اللي انت بتقوله، تفضل عيد بالراحة. اقول لك من ساعة ما سبيت، ليش سديت الخط؟ والله ما فهمنا حاجة. قلت لك وليد يعني ما سبيت.
مش فاهم له حاجة والله. شكرا ليك. يا اخي ما سبيتك. ما سبتني؟ طيب ماشي، اتفضل اتفضل اتفضل. قل لك مساعة ليش الله ارسل الانبياء؟ انت قلت عمود ينشرون الاسلام. قبل الاسلام كانوا يسمون الانبياء. الانبياء قبل الاسلام ما كانوش اتولدوا لسه. ليش ايه بعدهم الذكاء ما اللي انت معاشه؟ فيه يعني قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يجي مثلا كان فين؟ ما كانش اتولد. قبل سيدنا عيسى ما يجي كان فين؟ ما كانش اتولد. قبل سيدنا آدم ما يجي ما كانش لسه اتخلق. ايه الذكاء المفرط ده؟ 11-0. اتفضل يا احمد. الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. شيخ وليد اسماعيل، شلونك حبيبي؟ الحمد لله، اتفضل. الله يحفظك. شنو موضوع الحلقة يا طيب؟ موضوع الحلقة: لماذا أرسل الله عز وجل لنا الأئمة؟ ما العلة؟ ما الحكمة؟ ما الهدف؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. أول شيء يا شيخ وليد امتحان للأمة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بأهل البيت. يا عم امتحان للأمة ايه يا عم؟ احنا عايزينه دلوقتي. هو أرسله ليه؟ امتحان للأمة. ما الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برضه امتحان للأمة. احنا بنتكلم دلوقتي ايه الأهداف اللي هو المفروض يؤديها الإمام للأمة. خلي أكمل لك شيخ وليد، خلي أفكر لك أوصل لك الفكرة. جزاك الله خير الجزاء. أوصل لك الفكرة. تفضل. أول نقطة، الله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء الله سبحانه وتعالى دينه مو واحد، يعني ديانات عفوا مو واحد، ودين الإسلام واحد هو دين الله اللي هو دين الشيعة. طيب الإسلام الحقيقي. فبالنسبة للموضوع أهل البيت الله سبحانه وتعالى أوصى بهم بكتاب الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. زين، هذا واحد. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت يطهركم تطهيرا. حبيبي يعني الله. نعم يا شيخ وليد اسمع. شكرا لك. شكرا. 12-0. يا اخوانا الناس دي يعني بجد ناس توجع الدماغ، يعني توجع الراس، يعني بجد. يعني الحمد لله ان الواحد مستحملهم. نأجل شوية. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ وليد؟ والله بخير حال. علي صوتك شوية. تمام. أنا عبد الرحمن من سوريا. حياك الله عبد الرحمن، اتفضل. بدي ألقي أنشودة إذا سمحت، ممكن؟ اتفضل يا غالي، اتفضل. مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب.